ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا شايفين هنعمل ايه؟ هنعمل الحلاوه السوداء البورسعيدي. هكذا من الاخر. يلا لايك وشير وكومنتات كتير ونبدا الفيديو. انا هنا جبت 2 كيلو عسل اسود. انا هعمل مقادير 2 كيلو عسل اسود: جوز هند مبشور، سمسم، تحويجه، مغات، وهجيب اي نوع مكسرات. انا هنا استخدمت بندق، ومعجون حبه البركه، والحبه الخضراء. الحبه الخضراء دي بتدي لون رهيب للحلاوه. نبدأ بقى نجهز حاجتنا مع بعض. هنبدأ بقى قبل ما نعمل الحلاوة بيوم نبدأ نجهز حاجتنا. يعني هجيب طبق واقوم حاطه فيه معجون حبة البركة وهنقعه في عسل واسقيه. انا هنا جبت معجون حبة البركة حطيته في طبق، وهحط عليهم حوالي نص كيلو عسل، وهغطيه وهسيبه. ده قبلها بليلة، ناخد بالنا ان ده على الخطوة دي هعملها قبلها بليلة. يا ريت بقى وانتوا بتتفرجوا عليا كده يا ريت تدعموني ولايك وشير وكومنتات كتير عشان يوصل لكم كل جديد. انا هنا خلصت العسل وحبة البركة نقعته. هجيب بقى الحبة الخضراء احطها في كيسة وادقها. هدقها هحطها في الكبة زي ما انت عايزة، بس انا هنا فضلت ان انا ادقها واسيبها في طبق، وهحط عليها مية سخنة وهغطي عليها برضو واسيبها. برضو الخطوة دي هتتعمل قبل الحلاوة بيوم. هبدأ بقى احط حلة على النار واحط فيها حوالي نص ازازة زيت ذرة. انا هنا استخدمت زيت كريستال. وقبل ما الزيت يسخن هحط عليهم جوز الهند ونقلب كويس عشان ما يتحرقش مني. هنفضل نقلب جوز الهند لغايه ما ياخد اللون الاصفر الجميل، وبعدين نبقى نحط عليه باقي مكسراتنا. انا مش قادره اقول لكم بجد الريحه جميله قد ايه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، ويا ريت تمشوا على المقادير مظبوط هتطلع معاكي احلى حلاوه سودا. انا هنا بحط السمسم وهندي برضو تقليبه، وبعدين هقوم حاطه البندق. زي ما قلت لك هتستخدمي اي نوع مكسرات حتى لو فول سوداني. ونفضل نقلب باستمرار عشان المكسرات ما تتحرقش مننا. هنفضل نقلب لغايه ما ياخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. نبدا نصفيه في المصفى من الزيت كويس جدا. ودي شكل المكسرات بتاعتي. شايفين الجمال؟ بجد بجد يا جماعه والله رائعه. هنرجع الزيت بتاعنا على النار تاني، وهنحط على نفس الزيت هنحط عليه التحويجه. في نفس الزيت اللي انا كنت عامله فيه المكسرات هنحط فيه التحويجه بتاعتي ونقلب كويس جدا. اهم حاجه التقليب باستمرار عشان الحاجه ما تكلكعش مني. لازم اتاكد ان التحويجه دابت كويس جدا في الزيت، وابدا احط المغات بتاعي. انا بحب استخدم المغات جدا عشان المغات بيدي مطه حلوه جدا للحلاوه. في ناس ما بتحطش مغات على الحلاوه فتلاقي الحلاوه عامله زي العسل الاسود بتبقى سايله كده. لا بجد جربوها بالمغات وعلى ضمانتي هتلاقوا احلى مطه في الحلاوه بجد. هنحط منقوع العسل الاسود وحبه البركه اللي كنا نقعينها قبلها بيوم، هنحطهم بقى على ونقلب كويس جدا. اتفقنا ان اهم خطوه هي التقليب. نفضل نقلب جامد عشان ما تكلكعش مني. وبجد زي ما قلت لكم مش قادره اوصف لكم قد ايه الريحه جميله جدا. شايفين؟ نفضل نقلب فيها كده كويس جدا لغايه ما نتاكد ان مفيش اي حاجه فيها مكلكعه وان هي سايله، وبعدين نحط باقي كميه العسل الاسود ونقلبها كويس. شايفين الشكل الجميل؟ والله يا جماعه جربوها، حاجه سهله ما بتاخدش وقت ولذيذه ومغذيه جدا لاولادك. مش عايزه اقولك على كميه العناصر الغذائيه اللي فيها. شايفين يا جماعه؟ هفضل اقلب فيها كده لغايه ما توصل للقوام ده، وابدا اصفي فيها الحبه الخضراء اللي كنا نقعينها قبلها بيوم. طبعا الحبه الخضراء ما بستغناش عنها في الحلاوه لان بتدي طعم ولون جميل جدا. نفضل نقلب لغايه ما نوصل للقوام المطلوب. وطبعا ما ننساش ان كل ده انا بشتغل على نار هاديه، لازم نهدي النار واحنا بنعمل الحلاوه بتاعتنا. هنا بقى وصلت معايا للقوام اللي انا عايزاه. هبدا بقى اعصر عليها نص ليمونه واقفل النار على طول، وبكده تكون جاهزه معانا. انا كده خلاص قفلت على الحلاوه بتاعتي. اعرف بقى ازاي ان احنا وصلنا للقوام المطلوب؟
هنجيب طبق ونحط فيه معلقة حلاوة زي ما احنا شايفين، وهنعمل خط في النص. لو الخط لم على بعضه يبقى هي محتاجة كمان غلوة معايا. لو الخط ما لمش يبقى هي كده خلاص وصلت للقوام المطلوب. هنحط بقى عليهم شوية مكسرات ونقلب كويس، بتدي طعم حلو جدا للحلاوة، ونقلبهم في بعض كويس جدا ونسيبها تبرد. ولما تبرد خالص هنصبها في اي اطباق او اي علب عندك. شايفين المطة الحلوة وانا بغرف عاملة ازاي؟ شايفين الحلاوة بتتقطع ازاي ومدية معايا عرق جميل؟ هي دي اصل الحلاوة السوداء البورسعيدي. الف هنا يا جماعة. يا ريت لايك وشير واشتراك في القناة، محتاجة دعمكم جدا، يا ريت تشجعوني عشان يوصل لكم مني كل جديد. ودي بقى المكسرات اللي باقية عندي حطيتها على وش الحلاوة، شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟